السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة طبعا ظهور نتيجة الثانوية العامة وبتاع، ومبروك طبعا لكل الناس اللي نجحت سواء أيا كان مجموعها. آه طبعا يعني أنا كل سنة بحب أتكلم عن الموضوع دوت، بغض النظر بقى عن اللي حصل من تصرفات أو أي حاجة. أنا هكلمكم بحاجة بسيطة يعني عشان طبعا السنة اللي فاتت لو تلاحظوا، لو حد شاف الفيديو اللي عملته، قلت مبروك للناس اللي نجحت وجابت تقدير عالي، والناس بقى، وقعدت أتكلم في الناس اللي جابت تقدير مش عالي أو عالي يعني، باعتبارهم هم الأقرب ليا، يعني إن ده اللي حصل معايا. حصل معايا في إيه بقى؟ تعالوا أحكي لكم بقى إيه حكايتي مع الثانوية العامة. آه، مش عارف هبتدي يعني أتكلم عن اللي حصل، وبعد كده أتكلم عن المدرسين، بعد كده هتطلعوا بعبرة في الآخر يعني. بس فعلا قبل كل نتيجة ثانوية عامة لازم إيه بفتكر اليوم ده كأنه حصل معايا امبارح، ان هو ساب علامة في قلبي. لا ويا ريت مش علامة حلوة يعني، كمان علامة مش عايز، علامة مش حلوة يعني، علامة مش وحشة، مش علامة وحشة يعني. السنة دي كانت أول سنة في حياتي أطلع فيها بمواد. أنا مش بفتح نفسي عادي، أو ده كان نتيجة إن أنا مذاكرتش. تقدر تقول اتغيرت في نفسي يعني. كنت بذاكر في أول السنة شوية وكده، دي كده اتخنقت، بقيتش بذاكر خالص بقى. كل المدرسين اتخنقت من أساليب المدرسين قديمة دي، وكل شوية يعمل لك امتحان. طب ما حببونا في العلم مش امتحان، انا ويا ريت شرحهم، انا ما بفهمش حاجة منهم بصراحة. أو في ناس اللي ما بفهمش منها مش بذاكر لها بصراحة. لا بس بصراحة يعني في حاجات ناس كنت بفهمها وبحبها، وكنت بكسل اقول حرف لمها لغاية ما حصل اللي حصل بقى. فهي كانت حكاية مأساوية أوي بالنسبة لي يعني. في أول السنة وحتى أنا كنت بسيب مدرسين، كنت اتخنقت من أسلوبهم ومن شرحهم، كنتش بحضر لهم. لا، في مدرسين تانيين سابوني. مش سابوني متعرفش، متطربتش ولا حاجة، عمري ما اتطربت من أي درس. السنة دي يعني أنا كنت مكسل جامد يعني. أتكلم في كل مادة. أنا طبعا كنت علمي رياضة. أه كنت بتاخد عربي. العربي كان المدرس طيب وكده، وأنا عشان كده كنتش بذاكر له، كنتش بركز في درسه أساسا، فكان الشرح بالنسبة لي ممل وبتاع. ف كنتش بركز معاه أوي، مكنتش بذاكر خالص. هو كان بيدي واجبات ساعات، كان بيدي وكان بيقول حلو ماشي إن شاء الله، ما بحبلوش حتى. بس ده العربي بس الحمد لله نجحت فيها طبعا بالعافية. أنا نجحت في كل المواد بالعافية، ما عدا أكتر من سنين نجحت فيهم اللغات، الإنجليزي والفرنساوي، ومش مجموع كويس حتى يعني بالنسبة للمجاميع. إن أنا كنت عمري ما طلعت بمواد، وكنت شاطر طول عمري في المواد اللي هي الأجنبية وفي الرياضة. آه، عربي نخش بعد كده مثلا. قلنا عربي بقى نقول الإنجليزي. الإنجليزي كان مدرس كويس جدا، يشرح لي كويس، كنت بفهم منه، كنت بحل له الواجب وبتاع على طول. إن هو كان يعني ظابط الدنيا معايا. بس كنتش بحفظ كلمات على طول، وكنت برضه بكسل أراجع وأذاكر على طول، فمن كتر المواد وكده اتخنقت. أنا أصلا ما كنتش مقتنع بالمناهج اللي كانوا بيدوها لنا يعني، كنت بسترخمها أوي. نخش على الفرنساوي. كان برضه مدرس تمام معايا، وكنت بفهم منه على طول، كنت بجيب معاه درجات عالية جدا في الفرنساوي. مع ده بقى السنة ديت يعني أقل مرة جبت فيها كانت 10/8/10/12. دي أقل درجة جبت فيها فرنساوي السنة دي يعني. من 10/8 ل39/50. برضه ما كنتش بذاكر برضه وبتاع، وكان معايا واحد صاحبي وكده كان بنكسل. بس هو طبعا
جاب مجموع اكتر مني، ويلا ربنا يرزقه. وكتر خيرهم يعني بصراحة ان هم يعني على الاقل انا ما كنتش بذاكر وجبت التقدير ده. إن انا كنت ماشي بمبدأ ان انا دايما عمري ما ذاكرت يعني. اما كنت بذاكر كويس قوي كنت بجيب تقديرات عالية، بس قليل لان انا ببص على تقديراتي من ابتدائي واعدادي وثانوي. كنتش بذاكر برضه، كان كل المدرسين بيشكروا فيا وبتاع، وما كنتش بذاكر وكنت بنجح يعني. آه، ايا كان التقدير بس كنت بنجح، كنت بعدي. انما السنة دي بالذات حصل معايا بقى حاجة تانية خالص. مش عايز اقول لكم ايه اللي حصل، هتعرفوا كمان شوية. بس كنا بنتكلم في الفرنساوي، كان نتكلم مثلا في انا هخلي الحاجات في الاخر، الحاجات الصعبة. في الكيمياء. بص انا الاول كان معايا مدرس، كان اخويا قايل لي عليه، كان شرحه اساسا مش نافع معايا خالص. ودايما يعني انا لو حضرت معاه متاخر على طول بدأ كده يحل مسائل يحل مسائل يحل مسائل. طب ايه فين الشرح في كده يعني؟ وكنت دايما طبعا ما كنتش بحل أوي، كنت بتأخر دايما على المجموعة اللي أنا معاها. ويقول لي مش عارف ايه انت دايما كده متأخر مش عارف ايه كده. قال لي طبعا كان ماشي بمبدأ ان انا اقل واحد فيهم، انا وكام واحد، ويجي يشرح لنا عندي في البيت. قلت ماشي مصلحة بدل وجع الدماغ ويروح شرح لنا وكده حصة وكان حتى ماشي مبسوط مني وقال لي انت كويس بس انت بتكسل تذاكر ومش عارف ايه. انا عارف، قلت له ماشي تمام ان شاء الله بذاكر وبتاع. جه الاسبوع اللي بعده ما جاش، اللي بعده ما جاش، اللي بعده ما جاش، اللي بعده ما جاش، اللي بعده ما جاش. لا اكتشفت ان هو بياخد العيال ديت ويروح بيعمل مجموعة. وقال ايه محرج ان انه يشرح لي. طبعا قال لي يعني حرق لي ومشى واخويا قابله بصف محرج ومش عارف ايه، ومعلش مش هعرف اديله ومش عارف. ده ايه التخلف ده؟ انا مش فاهم بغض النظر. بس هو مدرس في حاجة يعني، ده اللي اقدر اقوله. ان هو منين كان بيقول لي اخر حصة فيها ان انا كنت كويس معاه لكده اختفى يعني؟ مش فاهم. هو من الاخر كبر دماغه، وانا اصلا ما كنتش مقتنع بيه، شتمته كده بس يعني شتمته يعني. حاسبنت عليه خلاص، شفنا مدرس تاني كتر خيره نجحني. انه برضه كان طيب وانا ما كنتش بذاكر معاه، بس كنت بعمله الواجب يعني. بس نجحت يعني، عديت برضه في الكام. أه... نيجي بقى ايه المادتين اللي انا شلت فيهم قبح: الرياضة والفيزياء. آه. عارفين انا الرياضة ديت طلعت بيها قبل كده في تالتة اعدادي ترم اول، كنت جايب 14 من 30. المدرس طبعا كان معايا مدرس ممتاز، زعل مني جامد وبتاع، وانا بقى لومت نفسي وقلت لا ما ينفعش اللي حصل دوت. انا حتى معروف ان انا شاطر، حتى انا كنت دايما باجي درجات عالية في الرياضة لما بذاكر يعني. اما ذاكرت جبت 26 من 30. 15 من 15 في الجبر. والهندسة عشان ما كنتش طول عمري ما كنتش شاطر فيها قوي، جبت 11 من 15. انا كنت جايب الترم التاني 87% يعني. مش فاكر ايه اللي كان نقصني قوي كده. تقريبا اول حاجات الترم لا اللي نقصني الترم التاني غالبا العربي، لان انا عمري ما كنت شاطر في اللغه العربيه، لان انا مش مقتنع بالنحو والنصوص والكلام ده كله. مهم. الرياضه كان معانا مدرس كان كويس جدا، فالشنكر. بس كان بيدي بقى حاجات كتير وكده وبتاع، وبيدي واجبات كبيره انا كنت بحل معاه في الاول وكنت بذاكر، بس بعد كده كسلت على الاقل في الجبر انما بقى في والاستاتيكا انها دي كنتش جاتش داخله دماغي.
عديت في الجبر وعديت في الاستاتيكا، بس الديناميكا ضيعتني في الامتحان. انا ما كنتش مذاكر فيها كويس، انا كنت عارف ان أنا هطلع بيها. فشلت الميكانيكا كلها بسبب الديناميكا. مش مهم، يعني انا شلت استاتيكا وديناميكا مع اني راجع في الاستاتيكا. آه، خش بقى في الفيزياء. هو كان مدرس برضه صحابي اخواتي اللي جايبينهولي بتاع كان بيديهم. اي نعم، في الكيمياء كنت عايز اروح مع مدرس تاني بس قعدوا يخوفوني منه في الكيمياء بس. قشطة يعني، مش مهم. ده حصل. الفيزياء المدرس اللي قلت لكم عليه ما كانش نافع نظامه معايا وكان بيشرح كويس، بس برضه انا بتخانق من اي درس بره بيتي كنت بتخانق منه ومكنتش بركز. ودايما كنت باجي، هو بيجي بدري وانا باجي الاقيه بقوم بدأه. طب يعني مش فاهم انا، هو يجي يقول لك يشرح وبعد كده فهي فاهم. انا مش من النوع اللي انا خلاص انا اللي بحضره وبفهمه هو ده اللي. فهي الفيزياء بتاع ده كنتش بحضر وبتاع كده. فقت شوية بقى وقلت خلاص أنا هذاكر وبتاع، بس يجيلي تاني وقلت. وهو يكلمه قال له لأ. شوف الوقت يلا. لا، ده بعد كده هتشوف وقت أنا أكتر. أه. قلت خلاص جايز مش فاضي، مش مهم، أنا هحاول أقضيها مع نفسي. وطلعت بالفيزياء. عارف بقى إحساس أول ما تطلع النتيجة. أنا كنت ساعتها أصلا مخنوق قبل الامتحانات خنقة، وكانت حالتي النفسية صعبة جدا. كنتش مقتنع بالامتحانات وكنت عمال أعيط، وكانت حصلت لي حالة نفسية يعني كان هعمل في نفسي حاجة بسبب حاجة ملهاش أي لازمة أصلا. الحاجات اللي بيدوها لنا دي أنا مش مقتنع بيدوها لنا ليه. خصوصا يعني في الكلية مش هنعمل بيها حاجة في حياتنا العملية. يعني أنا معلش، أنا واحد دلوقتي أتخرج محاسب ولا أتخرج مهندس ولا هعمل إيه أنا مثلا بالعنصر الكيميائي. بس هي موضوع تخصصات، فالحاجات التخصصات دي خلوها في الكلية أحسن. فأنا ما كنتش مقتنع أصلا بأسلوب التعليم ده، وكنت مقتنع إن هو نظام فاشل. ده كان رأيي. طبعا اي حد عنده اعتراض بقى، وبغض النظر ان شاومينج نزل وبتاع وانا كان بامكاني اجيب الامتحانات وانجح، بس انا في حاجه اسمها ضمير منعتني ان انا اعمل كده. ان انا ما بحبش اغش. بس عارف بقى احساس وحش قوي ما تلاقي كل اصحابك بيلعبوا وبيخرجوا وانت عيني رايح جاي متبهدل ما بين الدروس. الفيزياء جالي مدرس طبعا قبل اول ما طلعت النتيجه وبتاع كلمنا منافس المدرسين عشان نقول لهم ويدونا بقى مش عارف اسمه السمر كورس ده، في الملحق. تمام. اول واحد بتاع الفيزياء ابويا قال له كلمه بتاع. قال له لا مش هقدر اديله، بس انا هجيب لك واحد. يعني انت في الاول ما رضيتش تديني، وفي تاني مره برضه جاي تباني وانا جايب ملحق. ماشي شكرا. كتر خيرك ان انت جبت لي مدرس احسن منك يعني ونجحتني. كان مدرس كويس قوي بتاع الفيزياء، وبصراحه كنت بفهم منه جدا. ولما جيت امتحنت في الفيزياء حليت. هو كان الأربع خمس أسئلة، اختار أربعة. حليت خمس أسئلة وكان في سؤال بس كانت دماغ وكده وعايزة تفكير وبتاع، اللي هي مش فاكر، اللي هي الدوائر الكهربائية، مش فاكر اسمها، اللي هي على التوازي وعلى التوالي والكلام ده. فده أنا سيبته إن أنا كانش دماغي أوي وهو ما كانش شرحه أوي، بس قشطة. أنا حليت خمس أسئلة ونجحت طبعا، بس للأسف يعني أنا المفروض كنت أجيب تقدير عالي في الفيزياء. جبت النص بسبب غباوتي ان انا ما ذاكرتش من الاول، وهي مادة سهلة يعني. أه. بكده نخش بقى في الرياضة. برضو حكى نفس المدرس ما كانش مصدق. المدرس ده عارفني وعارف ان انا كنت دايما بقفل معاه في ثانوي، اولى ثانوي وتانية ثانوي. قعد يقول له اكيد الخط اكيد الخط. قلت له انا مقتنع ان انا ما ذاكرتش. انا غلط. أه. ف برضه كلم لي مدرس تاني. هو برضه حرق لي، يعني شوف المدرسين بتوعي حرقوا لي الحمد لله.
جاب لي مدرس تاني متقاعد، راجل كبير كده، كنت رايح له البيت. بس كان تعبني شوية. يعني فاهم لما يكون انت جايب ملحق اساسا، كان بيذلك عشان تيجي، والا مش هديك تاني لو ما جيتش النهارده. كان بيديني كل يوم، كل يومين. يوم تعبت فيه او يوم مره ما روحتش خلاص تمام، مره تانية برضه ما كنتش قادر، كنت مكسل بصراحه، اتخنقت. يعني عايز اريح شويه، افصل شويه. قال لو ما جيتش مش ما يجيليش تاني، ومش هشرح له، سيبه يسقط. يعني عارف لما تكون بتتهزق والناس صحابك مبسوطين، وانت رايح الدرس، تلاقي واحد، تشوف واحد صاحبك خارج. كان واحد صاحبي بس هو اللي ربنا يكرمه، هو دلوقتي في الجامعة البحرية ما شاء الله عليه. آه هو اللي كنت دايما بشوفه في السكة. كان طبعا بيصبرني وبتاع، وهو عارف. هو أصل أنا الناس كلها عارفة إن أنا شاطر مش فاشل، حتى لما ما بذاكرش بنجح. بس هو بقى اللي حصل، وانا ساعتها بصراحة كنت وانا في الملحق حاسس بندم كبير. انا مش مكاني كده، انا عمري ما طلعت بملحق. ولقيت ناس صحابي برضو اعرفها يعني الحمد لله. وكنت بغشش اللجنة كلها. ويعني ندمت قوي قوي قوي. انا فعلا لو كنت ذاكرت بجد، كان زماني جايب في التسعينات ودخلت الكلية اللي انا كنت عايزها. عشان بعد اللي حصل ده اهلي كانوا بيفكروا يشوفوا لي معهد، كانش حد عايز يوديني كلية خاصة رغم ان مجموعي قليل، وما كانش عندي حل تاني اخش كلية. أه، لغاية ما خلصت وربنا كرمني ودخلت كلية آداب. ما دخلت الكلية في الأول كنت تعبان أوي. كنت شايف نفسي دايما أقل واحد في الكلية، شايف نفسي مقارنة بيهم الناس كلها تتريق عليا. وفعلا كنت حصل في ناس تقول لي يا فاشل مش عارف ايه، جبت كام مجموعة، يتريقوا على مجموعي. بس هو محدش يعرف فعلا قدراتي عليها حقيقية. بس أنا عملت في نفسي كده في الأول وفي الآخر، اتعلمت من ده كتير قوي يعني. يعني انا ساعتها بصراحه في فتره الملحق دي كنت بعاني، اقعد اذاكر اذاكر والناس كلها في اجازه، اروح ملحق والناس نايمه. حصلت يعني لما في وانا رايح ملحق، في مدرس بتاع الفرنساوي شافني طبعا استغرب لما لقاني، بس هو ما حدش قدر يتكلم لان هم عارفين ان اكيد ان انا كنت بعاني ازاي، خاصه هم عارفين ان انا كنت شاطر. ف اتكلموا معايا عادي وبتاع، خش ماشي ربنا يوفقك. ومدرس الانجليزي بتاعي هو اللي سلم بابايا بنفس ورقه الشهاده اللي كان فيها ملحقين. الحمد لله ان انا طلعت بملحقين، بس ربنا ستر معايا، مع اني بصراحه كنت بغش في باقي المواد عشان انجح. يعني مش بحب كده. سنه وعدت، لغايه بقى ايه ما ربنا كرمني ودخلت الكليه. بس حصل في الاول مشاكل مع والدتها، ولسه يعني لحد دلوقتي الجرح ده في قلبي. يعني ايام بصراحه ما شفت ازاي نظرة أهلك ليك غير بقى نظرة أهلك ونظرة عيلتك ليك إن أنت طالع ملحق. والوساوس اللي جوه دماغك، الناس كلها شايفاك فاشل ومش عارف ايه، وانت أقل واحد. ولو حد تخاف جدا لو حد عايرك ان انت طالع بمادة، او في واحد تشوفه في الكلية يقول لك انت جايب ايه، قلت له على مجموعة، يقول ايه انت كده فاشل مش عارف ايه. وهو اصلا داخل بعد كده هو ما يتكلمش، بحس ان هو في طب، مش بالكلية يعني عامة برضه. بس هو كان عيل برضه بيعتمد على الغش وبتاع، وانا ما كنتش بحبه بصراحة. بس كانت معايرة بقى وبتاع. فنصيحة مني بعد كده لما تخشوا أي سنة، للأسف حتى لو انتوا مش مقتنعين بيها، مضطرين انكم تذاكروها. هو ده الواقع، هو ده النظام اللي في البلد. تحفظ ما تفهمش، مش مقتنع هيجيلك في الامتحان وهتتسأل فيه وهتجاوب حسب الكتاب ما بيقول. شفتوا بقى. بس مش عايز اطول عن كده. و
السلام عليكم. موقف حصل معايا أيام ثانوية عامة. مبدئيا للي ما يعرفش أنا كان في أيام ثانوية عامة. آه، كان معايا تلات مواد سمر كورس سورس ملحق. آه، مهم كان في منهم مادة اللي هي الفيزياء. إن الله كنت عشان بس الموضوع حصل كده وحكيت المواقف اللي حصلت معايا. لو ما شفتوش المواقف اللي حصلت معايا في المواد عامة في ثانوية عامة، هنزل لينك في التعليقات. ابقوا شيكوا عليه عن قصتي مع ثانوية عامة. المهم، آه، كان في مدرس الله يبارك له، يعني كان بيدرس لي وكده وكنت كويس جدا معاه الحمد لله، وكان هو مستغرب ان انا دخلت سنة بس ماشي عشان الكلية. دخلت ملحق وبتاع، بس عشان ما كنتش بذاكر اصلا. عمر ما دخلت الامتحان والحمد لله، يعني انا كنت مذاكر حلو وكنت بحل الواجب معاه وكنت جاهز يعني في كله، ما عدا حاجة واحدة بس اللي كانت واقفة معايا، اللي هي توصيل تمارين وتوازي، عشان انا بكره البتاع دي، حاسس ان هي ملهاش لازمة اصلا، ولا عارف احنا بنستخدموها في ايه، ولا عارف الحاجات بتاعت الفيزياء اللي انا خدتها دي برضه هتفيدني بايه حاليا. انا انا الحمد لله غششت تقريبا اللجنة كلها، وحليت 4 أسئلة. 5 أسئلة من الخمسة، أنت المفروض تحل 4. ما هذا سبت سؤال، اللي هو السؤال بتاع ال اسمه التوصيل التعادل والتوازي. اصلا لقيت نفسي ايه كده كده انا حالل كل الحاجات، حالل كل الاسئله، وانا كده كده سواء حليت او ما حليتش هجيب النص. يعني انا الحمد لله يعني شبه مقفل الماده، او كلام حاجه بسيطه جدا. آه، حسبت السؤال ده بقى وعمال حلو ومش عارف ايه، قلت له مش حل. لقيت نفسي اقعد افكر وبتاع، والبتاع دي رخمة وانا بتلخبط فيها، فقلت له والله ما انا حلالها، كده كده جايب النص. وده اللي حصل فعلا يعني. الخلاصة يعني ما تتعبش نفسك على حاجة. آه انت ضامن ان انت لو حليتها مش هتجني ثمارها، ما تقعدش تجري ورا حاجة. آه انت عارف ان انت مش هتكسب منها حاجة، حتى ولو ثواب يعني. بس